قال إن أحمد وهبة عرض 200,000 جنيه للي هيعرف يجيبه. ده عارض 200,000 جنيه اللي يجيبني، بيقول لك 200,000 جنيه اللي يجيب قص. وكمان قال إن تم تهديده من ليلى الشبح. انا بتهدد من المنتجه ليلى الشبح والعصابه بتاعتها. قصقص بعد ما تضامن مع قضية مروة المدعية إنها بنت مبارك وهاجم ليلى الشبح وأحمد وهبة، فجأة الكل سمع خبر وفاته ومحدش عارف إيه السبب الحقيقي. لو حصل لي حاجه ذنبي في رقبتكم الحقوني، الحقوني، انا عايد لوحدي. لايك ومتابعة بقى وركز معايا. عشان انا معايا ملف اسود وبلاوي سودا مع العصابه دي كاملا. انا بتهدد من المنتجه ليلى الشبح والعصابه بتاعتها بتوع شقق الدعاره ودلاب المخدرات والبلاوي السودا، تهديد علني اللي هي بتقول مش هتسيبني. يعني معنى مش هتسيبني وبتقول اللي هي هتجيلي فين؟ بعد ما سمعت اللي قاله عن ليلى الشبح، اسمع كمان قال إيه عن أحمد وهبة وموضوع غسيل الأموال. بتهدد من احمد وهبه غسيل الاموال عشان كشفت العصابه بتاعته وغسيل الاموال والوكاله الوهميه. ازاي واحد مصري مسجل غسيل اموال كبير، اكبر غساله اوتوماتيك على المستوى الوطني العربي كله، غساله اوتوماتيك فوق اوتوماتيك لضياع الشباب واستغلال البنات والدعاره الالكترونيه والدعاره في الشقق في الامارات ومصر وكل ده. انا بطالب بالتحقيق لاحمد وهبه ووكالته كاملا بداعمينه اللي كلهم غسالات اوتوماتيك فوق اوتوماتيك. ده المفروض تم القبض عليه. ده عارض 200,000 جنيه اللي يجيبني، بيقول لك 200,000 جنيه اللي يجيب قص. احمد وهبه لازم يتم القبض عليه، وده عليه مليون علامه استفهام. بعد كل اللي انت سمعته ده، حاسس ان الناس دي ليها يد في الموضوع ده ولا لا؟